في دوري أبطال أوروبا. أعلم، نحن في هذا الفيديو نتحدث عن الدوري الألماني، لكن في دوري أبطال أوروبا من كان يتوقع فوز دورتموند على أتلتيكو مدريد؟ الأغلب كان يتوقع خسارتها، لكنها قدمت أداء مذهلا أمام الوحش الألماني الأحمر. بدأت حقا أشك بفرصة فوز أتلتيكو مدريد على دورتموند، خاصة بعد خسارتها أمام برشلونة بثلاثية قادرة في أرض ملعبها. أنا لا أقلل من قيمة الفريق، لكن ما حصل لم يكن من المفترض أن يحصل. طبعا نتائج ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لم تخرج بعد، لكن دورتموند أبهرتنا بفوزها الساحق عن جدارة على واحدة من أقوى النوادي في الشامبيونز ليج، النادي الذي يملك الأفضلية في الفوز بكأس دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. هذا النادي بالضبط ذاق الهزيمة النكراء أمام بروسيا بهدفين سيبقيان في وجدان النادي البافاري للأبد. ماذا حصل في المباراة؟ ما حصل هو أن هذه المباراة أفضل مباراة شاهدتها اليوم. البايرن ودورتموند ناديين جباران بأقوى اللاعبين وأفضلهم يتنافسون على لقب حاكم ألمانيا. بدأت المباراة بتسجيل دورتموند الهدف الأول في العشر دقائق الأولى. ذلك الهدف زعزع ثقة البايرن، تشتت الفريق وهو راغب في استعادة التعادل. ذلك الهدف كان سريعا وموجعا وكان إهانة للفريق، فالمباراة لم تبدأ حتى، فكان على البايرن الرد، فرفعت الأداء وانتقلت إلى الهجوم. بينما الهدف الأول رفع من معنويات أسود فيستفاليا وجعلها أكثر تعطشا ورغبة بالفوز، فانتقلت إلى الهجوم بدون رحمة. وبعدها بدأ صراع المحاربين على لقب الملك، هجوما تلو الهجوم، تسديدات تلو التسديدات، أهداف تلو الأهداف. أجل صحيح، البايرن أيضا سجلت هدفا، لكنه لم يحتسب بسبب التسلل. في هذه المباراة رأينا أداء مذهل من كلا الفريقين، نضال كل الفريقين من أجل الفوز، من سرعة دورتموند واختراقه الدفاع قبل تكوينه حتى، وتكتيك البايرن الذكي في التلاعب بدورتموند وتشتيته، وصنع دورتموند لأهداف في اللحظة الحاسمة، وصنع البايرن لفرص ذهبية للتسجيل بشق الأنفس. لكن المباراة انتهت بفوز دورتموند. لعب البايرن جاهدا على استعادة التعادل، واستغل جميع الفرص الممكنة والغير ممكنة. حاول البايرن جاهدا رافضا الخسارة في بناء الأهداف، لكن تخطي دفاع دورتموند كان له بالمرصاد، حيث لم تفلت جهة البايرن حتى تسجل الهدف. المباراة رائعة صراحة، استمتعت بمتابعتها. كلا الفريقين تقاتلا من أجل الفوز، مما جعل المباراة حماسية وتستحق المشاهدة. ما رأيكم أصدقائي في المباراة؟ ومن تعتقدون برأيكم سيفوز في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، دورتموند أم أتلتيكو مدريد؟